هلا وشلونكم؟ معمول العيد بثلاث مكونات وساعة واحدة بس، بثلاث حشوات مختلفة، سهل وسريع وطيب ويذوب ذوبان. تعالوا نسويه سوية. راح نحتاج 1 كيلو طحين، هيلو مستكة اختياري، ورشة ملح صغيرة. نخلط المكونات، بعدها راح أضيف نص كيلو دهن يعني قلاصين، ونخلط بهاي الطريقة لحد ما يتجانس الطحين ويا الدهن. بعدها أضيف 1 علبة حليب مكثف، ونقلب لحد ما تتجانس المكونات زين وتصير بهذا الشكل. أتركها ساعة بالثلاجة. بعدها نحضر الحشوات، راح أكتبها لكم أسفل الفيديو. ونبدي نحشي المعمول. أول حشوة عندنا التمر، نكورها بهذا الشكل ونخلي بظهرها شوية فستق، وبعدها نطبعها بالقالب بهذا الشكل. التحضير المسبق للحشوات بهذا الشكل تكون دائرية، حتسهل علينا الشغل وراح تكون بقياسات متساوية. وهيجي كملنا صينية التمر. بعدها نسوي حشوة الفستق على شكل كرات مثل ما تشوفون بهاي الطريقة. وبعد ما خلصنا كل كمية الفستق خليناهم بصينية الفرن، وأطبعهم بهذا القالب شكل الوردة. وأكيد نفس الشي نسويه ويا حشوة الجوز ونطبعها بقالب مختلف. وهسه نحكي بملاحظات الشوي. ضروري يكون الفرن حامي على حرارة 240 من الأعلى والأسفل، ونخلي الصينية بالرف الأعلى وما تاخذ من عندنا وقت أقل من 10 دقائق. وبيجي أقولكم سهمكم العافية.